اليوم الذي بدأت فيه المعركة والقتال قام الجنرال أودبول وهو المعين من الأمم المتحدة للإشراف على اتفاقية الهدنة، أتى إلى عمان ونقل رسالة من إسرائيل إلى جلالة الملك يدعون فيها أن الهجمة هي فقط على مصر، وأن الأردن ليس طرف في هذه الحرب إذا لم نختر أن ندخلها. وكان جلالة الملك يدرك تماما أن هدف إسرائيل هو احتلال الضفة الغربية قبل احتلال سيناء والجولان، وكان يدرك أن الهدف من ضرب مصر هو لتمكينهم من احتلال الضفة الغربية. فكان جواب جلالة الملك، وأنا كنت شاهد على ذلك بنفسي، قال له: جوابي على هذه الرسالة ستأخذونه من مدفعيتنا ودباباتنا وطائراتنا، فالهجوم على مصر هو هجوم على الأردن وعلى الأمة العربية بكاملها. وبالتالي كيف ينسجم هذا الموقف وهذه الحقائق مع الادعاءات التي نسمعها والتي تشكك في هذا الموقف؟ على أي حال، السيد هيكل يدعي أنه كان من أقرب المقربين للرئيس الراحل عبد الناصر، وأنه كان إلى جانبه دائما، وكان مستشاره الأول. في اليوم الثاني لبدء المعركة، في يوم 6/6/67، أرسل الرئيس عبد الناصر هذه البرقية إلى جلالة الملك، تاريخها 6/6/67. وإذا كان السيد هيكل قريب من الرئيس عبد الناصر كما يصر، فلا بد أنه علم عن هذه البرقية، هذا إذا لم يكن قد كتبه هو بنفسه. القاهرة 6/6/1967. أخي الملك حسين، تلقيت برقيتك، وإنني لا أقدر أننا نواجه لحظة من تلك اللحظات التي تمر بها الأمة في تاريخها، والتي تتطلب شجاعة تفوق طاقة البشر. عندما يكتب التاريخ سوف يذكر لك جرأتك وشجاعتك، وسوف يذكر للشعب الأردني الباسل أنه خاض هذه المعركة فور أن فرضت عليه دون تردد ودون أي اعتبار إلا اعتبار الواجب والشرف. إن العدوان قد فرض علينا، وكان علينا مجابهته بكل ما فيه من قوة وما فيه من غدر وتواطؤ. إن القرار الذي أراه هو أن نختار ثاني الحلول التي تفاهمت عليها مع الفريق عبد المنعم رياض، وهي إخلاء الضفة الغربية الليلة، على أن نضع في اعتبارنا رأيكم الأول الخاص بتدخل مجلس الأمن لإيقاف القتال. إن تاريخ الأمم فيه الأخذ والعطاء، وفيه التقدم والتراجع، فليكن فيما نختاره في هذه اللحظة الحاسمة، وإن كان اختيارا عصيبا علينا، خطوة نستطيع أن نتقدم منها. دولة أبو سمير، كيف تفسر دخول الأردن في الحرب وتوقيع اتفاقية